المباراة النهائية مصر. نعم. إذا مصر مع حلمي طولان إلى نهائي كأس العرب، وتونس تودع. مع أنه تونس سجلها بتصفيات كأس العالم وأفريقيا أو بكتير من مصر، سجل مثالي جدا، ما تلقت أي هدف، 28 نقطة أعلى، ما استقبل أي هدف، ما بتغير يعني. لا خلص مصر. أنت ما تثرين علي لا أنا الآن قمة شمال إفريقيا أيضا على الطرف الآخر بين المغرب والجزائر. هذه مباراة متأكد من الآن راح تكون من أجمل مباريات هاي راح تروح ركلة ترجيح. وارد جدا. وينك يا نور؟ لكن أنا راح أروح مع منتخب المغرب بالمباراة النهائية. المغرب. نعم. إذا المغرب تقصي حاملة لقب النسخة الماضية الجزائر وتتأهل إلى المشهد الختامي. كابتن، سؤال. نعم. لو لم يكن المنتخب العراقي طرفا في نهائي هذه النسخة، من تتمنى، نعم، مش مين بتتوقع، من تتمنى أن يتوج بطلا؟ هيدا قرار عاطفي هون. يعني لو ما كان المنتخب العراقي؟ طبعا. والله طبيعي جدا. انسى التوقعات اللي توقعتها اليوم. مين بتتمنى، مين عاطفيا انت حابب تشوفه منتخب عربي حامل هذه النسخة؟ والله يعني اعتقد اذا اريد اروح مع بلد المنظم قطر، لانه قطر هناك نجاحات كبيرة بكل شيء، فتستحق التتويج من خلال اولا العمل الكبير اللي تقوم به، كل خلينا نقول العمل اللوجستي الكبير، المجهود الكبير من خلال تنظيم البطولات، من خلال توفير كل المستلزمات للكرة القطرية. راح اروح مع البلد المنظم. كمان في منتخب نتمنى انه يحمل كأس العرب. طبيعي جدا، منتخب فلسطيني طبعا، هذا طبيعي جدا. الكل يتمنى انه المنتخب الفلسطيني، وحقيقه افرحنا بالنتائج اللي قدمها بالتصفيات. كان في يعني اللحظات الاخيره كان ممكن يتاهل للادوار الاخرى او للملحق بالتحديد. المنتخب الفلسطيني قدم صوره جميله جدا في هذه التصفيات، وقد ياخذ على هذا الوضع للمستقبل يكون فريق اقوى. نعم. الان من هو بطل هذه النسخه 2025 من كأس العرب بين الفراعنة وأسود الأطلس؟ مين راح يكون البطل؟ الفرعون المصري، نعم، أم الأسد الأطلسي؟ بحكم التفوق الكبير للكرة المغربية بالسنوات الأخيرة على كل المستويات، صحيح، على الفئات العمرية، على كل شيء، أعتقد المنتخب المغربي هو سيكون بطل كأس العرب. جواب نهائي. نعم. إذا المغرب بطلة لكأس العرب 2025 على مسؤولية نور صبري. المغرب تتوج للمرة الثانية في تاريخها بكأس العرب.